أستاذة ناهد، أخبارك إيه؟ يا رب تكوني بخير. إحنا سعيدين النهاردة بزيارتك لينا ومبسوطين جدا بوجودك معانا في العيادة. وانا والله اتشرفت بحضرتك، وصراحة عملت معايا اكثر مجهود والله. إحنا النهاردة يا أستاذة ناهد هنسألك كام سؤال كده بسيطة، أسئلة توصل صوتك للناس، ونحب نوجه رسالة لكل الناس. أي شخص متخوف من الدايت عايزين نقول له يبدأ ونديله فرصة إن هو يغير حياته، فلازم يشارك تجربتك مع كل الناس. يعني التجربة بتاعتك دي لازم كل الناس تشوفها وتعرف قد إيه هي مهمة. اتفضلي. لا فعلا والله، اللي امسكي محدش إذن. يخاف. محدش يخاف طبعا، لازم يبتدي، اللي يبتدي على طول ان شاء الله. والصراحة انا كنت باخد علاج سكر بجيبه غالي جدا. دلوقتي بقالي سنة ما بجيبش علاج السكر. كل ما اروح اقيس السكر يقول لي مظبوط. طب هجيبه ليه بقى؟ ورجليا الحمد لله برضو كانت تعباني، برضو الحمد لله بقت كويسة. البرامج بقى يا استاذه نادي اللي انت بتاخديها، البرامج الغذائيه، ايه رايك فيها؟ لا ممتازة الصراحة، ومش متعبة جدا. ممتازة والله. في حاجه تانية اخيره عايزين نسالك عليها. انت لما جيتي بداتي دايت وبدات رحله نزول الوزن، فرق المقاسات والشكل ده فرق معاكي في قد ايه؟ اتفضلي. طبعا. فرق معايا يعني مدة بسيطة و... والحمد لله. حاسه بفرق كبير في أيوة لبسك؟ طبعا طبعا. طبعا. طيب تمام تمام. دلوقتي لبسي كويس، ولو كنت بلبس حاجات واسعة جدا دلوقتي بلبس حاجات مظبوطة عليا وكويسة يعني. يعني انت يا استاذه نادي لو حبينا نوجه رساله لكل الناس اللي عايزه تعمل ريجيم ومتخوفه من الموضوع لا وعندها يجوا عندها فورا. حاجز كبير قوي، نحب نقول لهم ايه؟ اخر لا رساله ليهم، اتفضلي. يجوا فورا. يجوا فورا على الدكتور أحمد، ممتاز ممتاز، مش هيلاقي أحسن منه يعني. ربنا يصلح حالك يا دكتور. شكرا جدا لذوقك يا زناد، واحنا شرفتينا النهارده ونورتينا. احنا دلوقتي في مرحله تثبيت الوزن. احنا دلوقتي بنثبت وزن عند كام كيلو؟ إن شاء الله على 59. احنا دلوقتي بنثبت وزن عند 59 كيلو، وماشيين في الرحله دي وبادئين في برامج تثبيت الوزن. احنا من ضمن العيادات القليله جدا الموجوده في القاهره اللي بتثبت وزن بطريقه سهله وبسيطه جدا، وعندنا برامج قويه جدا لتثبيت الوزن. عندنا طرق وفعاليات سهله لكل الناس عشان نثبت بيها وزن، تمام، وتقنيات حديثه جدا لتثبيت الوزن. ندعو كل الناس تبدا رحله نزول الوزن وتنهي الرحله دي صح بتثبيت الوزن. شكرا.